الحمد لله الواحد الأحد الصمد الفرد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أحمده تعالى حمد عباده المؤمنين المخلصين المخبتين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا وحبيبنا المصطفى الكريم الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله، ومع الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله، وأن يجعلنا من الفائزين برضا الله عز وجل، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وأوصيكم بالأخلاق الطيبة المحمودة، وأوصيكم بالصفات الطيبة المحمودة التي يوصف بها عباد الله الصالحون. فالعبد دائما وأبدا يبحث عن الأخلاق الطيبة لأجل أن يزيدها على أخلاقه التي يتخلق بها، ويبحث عن الصفات المحمودة، صفات أهل الله، أهل الخير، أهل الإيمان، لأجل أن تكون من صفاته ولأجل أن تضاف إلى باقي صفاته. فالعبد الصالح دائما وأبدا يحرص على أن يكون من أهل الخير وأهل الصلاح، ومع أهل الخير وأهل الصلاح. هذا وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز صفات أهل الإيمان الذين كمل وتم إيمانهم، وبين لنا صفات المخبتين المتواضعين المطمئنين الوجلين. وسنعيش بتوفيق الله عز وجل مع آية كريمة من آيات القرآن الكريم التي بين الله سبحانه وتعالى لنا فيها ووضح لنا فيها صفات أهل الإخبات، يعني صفات المخبتين. وحينما نتحدث عن المخبتين فالبعض يتبادر إلى ذهنه وكأننا نتحدث عن شيء مذموم، لأنه ربما الذي يسبق إلى عقله ويسبق إلى ذهنه إذا كان غير عارف باللغة العربية يسبق إلى ذهنه الخبث والعياذ بالله. نحن نتحدث عن مصطلح يتسم بالصفاء ويتسم بالخير ويتسم بالسعادة ويتسم بالإيمان. الله سبحانه وتعالى دعانا في كتاب العزيز إلى تدبر القرآن الكريم. هذا ومن تدبر هذه الصفات التي سنذكرها سيتبين له المعنى الحقيقي لمصطلح الإخبات أو المعنى الحقيقي للمخبتين. يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبشر المخبتين. إذا الله سبحانه وتعالى صدر هذه الآية الكريمة بماذا؟ بالبشرى، وبالبشرى المطلقة، يعني بكل ما يخطر ببالك من أنواع الخير فإن الله سبحانه وتعالى سيبشرك به. مش الله سبحانه وتعالى قال وبشر المخبتين بالجنة أو وبشرهم بالسعادة، لا، وبشر المخبتين بكل خير، بكل ما يخطر ببالك من خير فإن الله سبحانه وتعالى يبشرك به. إذا كانت هذه الصفات اللي غادي نذكروا اللي هي صفات المخبتين كنت كتوفر عليها وكنت تطبقها وكانت فيك، فالله سبحانه وتعالى يبشرك بكل ما تريد. باغي الجنة يبشرك بالجنة، باغي خير الدنيا يبشرك بخير الدنيا، باغي النجاح يبشرك ربك بالنجاح. أي شيء تريد ويخطر ببالك إلا وستدركه وستناله، ولكن بشرط. أشنو هذا الشرط؟ وهو أنك توفر فيك هذه الصفات اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا شحال؟ 4 ديال الصفات. لا كانت في شعب فإنه عبد صالح يبشره ربه بخير الدنيا وخير الآخرة. أولا الخشية من الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا متعلق بالقلب. ثانيا الصبر، هذا متعلق بالقلب كذلك. ثالثا إقامة الصلاة. رابعا إيتاء الزكاة. وكما لاحظتم فإن هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تتنوع بين ما هو قلبي وبين ما هو عملي، بين عمل القلب وعمل الجوارح. ملي كنتحدثوا على الخوف هذا من عمل القلب، ملي كنتحدثوا على الصبر هذا من عمل القلب، وملي كنتحدثوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذا من عمل الجوارح. إذا شكون هما المخبتين اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى ووعدوا بالبشرى، بشرهم بالخير المطلق، خير الدنيا وخير الآخرة؟ قال السادة العلماء قال المخبتون هم المتواضعون، هم المتواضعون، يعني دوك الناس اللي فيهم التواضع، دوك الناس اللي ما تيتكبروش، دوك الناس اللي ما فيهمش التكبر. فالمخبتون من الخبت، والخبت هو المكان المنخفض، يعني هاد الناس يعني ماشي كيبغيو يتعالون على الناس ويتباهون بأموالهم ويتباهون بأنصبتهم ويترافعون على الناس ويتعاظمون على الناس، لا، هاد الناس فيهم صفات ديال التواضع. ومنهم من قال المخبتون هم المطمئنون أو هم الواجلون. ولكن القرآن يفسر بعضه البعض، كاين آية تفسر آية. الله سبحانه وتعالى فسر لنا شكون هما المخبتين. إذا اللي كان في هذه الأوصاف راه من المخبتين، يعني دوك الناس اللي بشرهم الله بالخير، ماشي تقولوا من المخبتين يمشي بالكم المخبتين تقولوا راه من الخبات ولا كذا، لا، المخبتين هم الناس المتواضعون، هم الناس اللي فيهم الخير والناس اللي فيهم الصلاح والناس اللي غادي تنالهم البشرى ديال الخير، يعني واحد الناس نقولوا ناس في المستوى هاد المخبتون. قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هاي أول صفة. شنو؟ فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. فوجلت من الوجل، والوجل هو شدة الخوف، يعني كيخافوا من الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا ورهبا بمعنى أن هاد الناس تيعبدوا الله سبحانه وتعالى رغبا في الجنة ومبغي الجنة وبغي الثواب من الله سبحانه وتعالى، وخايفين من الوعيد الشديد، خايفين من غضب الله ومن سخط الله ومن وعيد الله الشديد. بمعنى أن هاد الناس اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم مخبتون وبشرهم قال لك ودي عندما يذكر الله سبحانه وتعالى القلوب ديالهم طريق وتفزع وتخاف وتخشى، فيهم الخشية
من الله سبحانه وتعالى. ما معنى ذلك؟ ناخذ صور من الواقع. مثلا الرجل تيكون مثلا هم بمعصيه، باغي يدير واحد المعصيه، تيجي عنده واحد من الاصدقاء ديالو تيذكروها فلان واتق الله وتخاف الله، تدير الله قدامك ودير الموت قدامك. اذا ذكر الله سبحانه وتعالى امامه، لا كان فيه ايمان، كان الايمان ديالو تام وكان فيه الخير، ما تقول لي اتق الله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقف عند حدود الله عز وجل كما كانوا الصحابه وكانوا الصالحون. هكذا احد الامراء هارون الرشيد جات واحد الجاريه كتكب عليه الماء، يقول وقت اللي كبت عليه الماء حرقت لي يدي، يعني الماء سخون، يعني غاضبه غضبا شديدا، وهي تذكر قالت له والكاظمين الغيظ، بقى عندهم ما يقول كظمت غيظي، قالت له والعافين عن الناس، قال لها عفوت عنك، قالت له والله يحب المحسنين، قال لها اذهبي انت فانت حره، وهكذا. اذا الكثير من الصحابه، عمر رضي الله عنه جاءه رجل ثم يعني عير عمر رضي الله عنه ونقص منه طيح منه وقال له بانك كتاكل اموال ديال الناس وما كتعطيناش حقنا وكذا وما كتحكمش بالحق، وحاشا لله ان يكون عمر كما ذكر. غضب عمر غضبا شديدا. واحد الصحابي من الصحابه تذكره قال له واعرض عن الجاهلين، وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل فصافي يسامحوا له سير بحال. علاش؟ لان اهل الايمان ملي كتذكروا بالله سبحانه وتعالى ما بقاش فوت عليه. واش الراجل كيقول لي واقف الشريف تجلس تنعى الشيطان وتتقى الله وتخاف سيدي ربي، هو مازال يتطاغى ويتظالم ويترافع ويزيد. اذا هذا دليل على انه ما تيخافش من الله سبحانه وتعالى. وكذلك حينما يجيء الرجل يقدر يسول الفقيه يقول له ودي ما حكم كذا وكذا، يقول له ذيك راه معصيه كبيره، راه الله سبحانه وتعالى قال لك ودي لي هذيك المعصيه راه مأواه جهنم ومأواه النار وكذا، ومع ذلك تلقاه يدير فيها. هذا ما فيش خوف من الله سبحانه وتعالى. البعض ربما تنازل على شيء فيه ربحه، كان غيربح منه الكثير، ولكن بمجرد انه سمع بان هذا رتب الله سبحانه وتعالى عليه الوعيد الشديد والعقاب الشديد، يقول لا سيدي ما عندي ما ندير، انا باغي الحلال، انا ما باغي الحاجه اللي رتب عليها الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد. كذلك من مظاهر خوف من الله سبحانه وتعالى انه اللي يكون تقرا القران الكريم على الاقل يخاف القلب ديالنا نحسوا به كيتحرك، نحسوا بان واحد الخشيه واحد الخوف كيكتب على واحد الايه فيها النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالات صفر كلما خبت زدناهم سعيرا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين. تذكر قدامك جهنم وتذكر قدامك النار، اتقوا النار ولو بالشق تمره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا خاصك تخاف وتحس بان القلب ديالك خايف، تحس بان القلب ديالك خايف. مثلا الرجل مثلا حينما يذكر مرض او داء او شي حاجه كيخاف، وكذلك خاصنا نخاف من الله سبحانه وتعالى اكثر. قال الله سبحانه وتعالى وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من اللي كيذكر الله سبحانه وتعالى القلب ديالو تيخاف، يقدر يكون باغي يدير معصيه غادي عازم على انه يدير معصيه، يتلقى مع شي واحد يذكره صافي كيخاف ويرد البال، صافي يتراجع. او انه مثلا عازم على انه مثلا ما باغيش كاع هو يصلي الفجر، ما باغيش يصلي الفجر، وملي يبغي ينعس تيسمع مثلا في القران الكريم العذاب ويسمع لا يستيقظ الفجر ويصلي الفجر وهكذا. هذه هي الصفه الاولى وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. الامر الاخر وهو الصبر، وما ادراك ما الصبر، يقول الله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك الا بالله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكيقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. وهذا الصبر عمل قلبي كيكون ناتج عن الايمان. الانسان اللي كيامن بالله سبحانه وتعالى والقلب ديالو عامر بالله سبحانه وتعالى حينما تصيبه مصيبه في مالي او في ولدي او في شيء من هذا القبيل يصبر. علاش؟ لانه كيعرف ان اي شيء صار من الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ومن الايمان بالقدر خيره وشره، وهذا الشيء اللي كتب علينا الله سبحانه وتعالى
تقدر تلقى الرجل نسال الله عز وجل يلا خرج السياره وقعت له واحد الحادثه مشات له هذيك السياره يصبر يقول له ودي عطا لي الله سبحانه وتعالى ودرتها من مال الله سبحانه وتعالى وانا الحمد لله اللي خرجت غير ناجي انا وبقيت بصحيحتي يا الله يخلفها لي الله سبحانه وتعالى غادي يخلفها له ولا ما صبر شنو غيدير ما غيدير حتى شي حاجه هناك من لا يصبر على قدر الله وقضائه يصاب بامراض خطيره كاين اللي مثلا تسطى كاين اللي اصيب بالاكتئاب كاين اللي اصيب بمرض مزمن بمرض نفسي علاش لانه ما تيصبرش على القضاء ديال الله سبحانه وتعالى والقدر ديال الله سبحانه وتعالى وسنحكي قصه هذه قصه مختصره لعروه بن الزبير تلخص لنا الصبر عروه بن الزبير ارسل اليه الوليد بن عبد الملك أن يحضر في مجلس من المجالس في دمشق وهو هذا عروة بن الزبير كان في المدينة المنورة المهم أخذ معه أحب الأبناء إليه كانوا عنده 7 ديال الأبناء خرج الابن الأحب والأقرب إلى قلبه ثم سافر أخذ السفر وغادي في الطريق أصيب بمرض هذا المرض يسمى بالآكلة شنو تياكل العظم او تياكل شي حاجه او تياكل شي كرويات حمراء او شيء من القبيل المهم مرض يسمى بالاكله صاب ليه الرجل ديالو وبقى تياكل هذا المرض حتى وصل ليه النصف ديال الساق ديالو اتلف مشاو غادي لغير جارينو دخلوا على الوليد يعني بقى فيه الحال تقلق وين قال له ودي شوف انت تصبتي في البلاد ديالي وبحال انا اللي كنت سباب وعيط عليك وجاي عندي ومرضتي في البلاد ديالي والمهم استدعى امهر الاطباء يعني اكبر الاطباء قال تعالوا غداو لي هذه السيده الضيف ديالي شوف شنو وقع له شنو وقع لي ثم جاء الاطباء قال له ودي لابد ان تقطع اعصابه يعني المرض الا ما قطعناش غادي ممكن يوصل له الورك يوصل له الكرش يوصل له كذا ويتلف مالان نقطعوه باش المرض ما يبقاش غادي زي ايوا قال لي ما كاينش شي حل قال له هذا هو الحل اللي كاين لا خير لا يوجد حل الا بطل الساق ايوا استسلم عروه بن الزبير لقضاء الله وقدر قال ما دار هذا هو القضاء ديال الله والقدر مرحبا سيروا توكلوا على الله قالوا لا بد من شيء يعني يخمر عقلك ويزيل عقلك يعني نديروا لك واحد المسكين كما نقولوا حنايا البلد ما تبقاش عاقل تنقطعوا لك الساق ديالك قال لي مودي الله ما يمكنش انا خاصني نبقى بالعقل ديالي انا العقل ديالي لا يمكن ان اسهم في زوال عقلي هو قال له درا الم شديد ستشعر به يعني ملي غادي نحسكوا لك الساق ديالك راه ماشي شي الم بسيط شوكه ولا طعنه ولا كذا قال له انا حتى نكون في الصلاه لانه حينما يكون في الصلاه قلبه يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويكون مع الله سبحانه وتعالى والخشوع الذي يحصل له في الصلاه كيخليه ينقطع عن الدنيا وما فيها كيعيش مع الله سبحانه وتعالى قال له تكون في الصلاه هذيك الساعه ممكن تقطعوا عنه ثم كان الصلاه فلما كان في السجود واطال السجود ديالو قطعوا له الرجل ديالو كمل الصلاه الحمد لله ما بكى ما تضرع ما غوت ما حتى شي حاجه صبر صبرا شديدا ايوا المصيبه تتتالى هذاك الوليد اللي عزيز عليه كان ينظر الى خيول الوليد كيطلع على هذيك الخيول طاح يعني من واحد الحائر هذوك الخيول عفسوا عليه قتلوه ايوا جاء الوليد ومقلق ايما قلق فاش غادي يصبروا على الرجل اللي تقطعت ولا غادي يصبروا على الوليد ديالو الاحب والاقرب الى القلب ديالو اللي مات له وجا ضيف عنده وهذا الشيء كله وقع عليه في بلاده فجاء قال له ودي احسن الله عزاءك في رجلك قال الحمد لله أعطاني الله سبحانه وتعالى 4 أطراف وأخذ واحدة الحمد لله أعطاني الله 4 الأطراف وأخذ واحد بقى عندي 3 قاعد الخير والربح ما أخذش حتى النص هما اللي يدين جوج وبقات عند الرجل الحمد لله قال له بدي وأحسن الله عزاءك في ولدك فصبر صبرا جديدا وقال الحمد لله أعطاني الله 7 وأخذ واحدة فقال الحمد لله إن كنت أخذت فقد أعطيت وإن كنت ابتليت لطالما عفيت اللهم لك الحمد على ما أعطيت وعلى ما عفيت اللهم إنك تعلم بأني لم أمشي بها إلى سوء يا ربي أنت عارف الدرجة اللي تقطعت لي عمرني ما مشيت بها إلى شيء سيء أو عمرني ما خدمت بها الله سبحانه وتعالى إذا هذه القصة
تبين لنا الصبر، على أن الإنسان يصبر على قضاء الله وقدره. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصابرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها المؤمنون، إذن قلنا من صفات المخبتين الذين بشرهم الله بالخير الدنيوي والآخري أنهم كيخافوا من الله سبحانه وتعالى الأولى. الثانية أنهم كيصبروا في سبيل الله عز وجل، وهذا كيتعلق بالقلب. أرنا كيتعلق بالجوارح. قال والمقيم الصلاة. والمقيم الصلاة بمعنى أن هاد الناس يقيمون الصلاة. راه كاين فرق بين المصلين وبين المقيمين للصلاة. ماشي أي واحد يقيم الصلاة، ممكن أنك تجد الكثير يصلون، ولكن الذين يقيمون الصلاة مقلة. ما معنى يقيمون الصلاة؟ يقيمون الصلاة أنهم تصلوا الصلاة في الأوقات ديالها، هذا بدون نزاع. الفجر في وقته، الظهر في وقته، العصر في وقته، كيتسنوا الصلاة وديرين الصلاة يعني من الأمور الأولية ماشي الثانوية. تلقاه يلا تبي يقرب مثلا الصبح بنص ساعة تلقاه هو فايق ودير بحساب الظهر ودير بحساب العصر ودير ما عرفتش شحال باقي الظهر قريب يلا نمشي نتوضا نستعد الظهر. كيجي الظهر كيلقاه هو اصلا موضي وربما مصلي شي ركعات وكذا. وهذا كاين معنا الحمد لله. انتم كذلك ونرجو ان تكونوا كذلك. وكذلك كيصليوا الصلاه بالخشوع ديالها، كيصليوه بمرتبط بالله سبحانه وتعالى ومتخشع في الصلاه ديالو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكتكون هذه الصلاه معاه دائما وابدا، ماشي هو في الجامعه راه كيصلي وبرا يدير ما بغا، لا دائما كيستحضر الصلاه. ملي تيبغي يدير واحد الحاجه ماشي مزيانه كيقول اودي كنصلي راني كنصلي ما خاصنيش ندير هذه الحاجه دي، انا كنصلي ما خاصنيش نديرها. هذه هي الاقامه ديال الصلاه، ديال الاقامه ديال. قال والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. الخصله الرابعه او الصفه الرابعه ان الناس كيديروا نصيب في الاموال ديالهم اللي رزقهم بها الله سبحانه وتعالى للفقراء وللمساكين وللارامل. ومما رزقناهم ينفقون. علم لدوية هذاك شي واحد يظن بانه هذا المال راه دارو بكتافه ولا دارو بالذكاء ديالو ولا دارو بقرايته ولا دارو مثلا بالجهد ديالو. راه كلشي ديال سيدي ربي، راه المال ديال الله سبحانه وتعالى. تاملوا، راه الله هو اللي وفقك. حتى تقول ودي درتو بكتافي ودرتو بصحتي، الصحه شكون اللي عطاني؟ عطاني سيدي ربي. درتو سيدي بقرايتي، هذاك العطاء شكون عطاني؟ عطاني الله سبحانه وتعالى. وهكذا راه المال كله ديال الله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال ديال الله سبحانه وتعالى، هذاك الرزق ديال سيدي ربي. والله سبحانه وتعالى قال لك ودي انا عطيتك هذه الحاجه واعطي منها الناس. انا نعطيك واحد المثال. شي واحد مثلا غادي الاب مثلا غادي يجيب الوليدات ديالو تعاوشيره مثلا، يجي يقول له انت ولدي هاد تعاوشيره جبتها لك واعطي منها لخوتك. اذا واش هذاك الولد ديالو داكشي؟ لا، جابوا لي الاب ماشي ديالو بالضروره غادي يعطي الاخرين. صافي. اذا راه انت عطاك الله سبحانه وتعالى واحد المال وقال لك ودي تعاون مع خوتك. هذا هو الملخص. ومما رزقناهم ينفقون. اذا هذه هي الصفات ديال المخبتين. وكيقول الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للصالحين، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المخبتين، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل عمل صالح وأن يبعدنا من كل عمل طالح. مالك البلاد محمد السادس اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين. اللهم احفظه في ولي عهدك الامير الجليل مولاي الحسن وشد ازرق بسمو الرشيد الامير مولاي رشيد، وتغمد اللهم برحمتك الواسعه وجميل عفوك ورضوانك فقيدي العروبه والاسلام جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، واسكنوا مفاتيح جنتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بلدنا المغرب اللهم ابعد منه الشر، اللهم ابعد منه الفتن، اللهم اجعله بلد الخير، اللهم اجعله بلد الاطمئنان، اللهم اجعله بلد الامن والامان، بلد السلم والسلام. اللهم زد في خيراته، اللهم نمي اقتصاده، اللهم احفظه من العوارض واحفظه من الكوارث واحفظه من كل داء. اللهم ارفع عنا هذا الداء، اللهم ارفع عنا هذا الداء، اللهم قنا من هذا الداء، اللهم قنا من هذا الداء. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت.
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.